كان يشغلني في كثير من الأحيان موضوع الهرب إلى غار. إنه غار حراء بالتأكيد. إن ذلك الإنسان الذي انزوى في الغار كان يحمل للعالم نورا، كان يرفض الواقع الكائن المظلم، وكان قد اكتشف الأعمق والأروع. كان قد اكتشف في سره طريق الإنسانية كلها. أما أنا فقد كنت أنانيا. أنا أريد أن أهرب إلى الغار كي أتخلص من نفسي ومن كل مسؤوليات الإنسانية. كانت حياة الغاب وحدها تغريني، وحملت متاعبي الصغيرة لأهرب. إني أقضي الليل متسكعا، دروب لا نهاية لها، وأنا لا نهاية لتشريدي. وفي الليل كان يتأكد لي أن العالم كان يعيش في قسوة الوحدة. لا أحد يهتم بالآخر، فالناس غارقون في نومهم الطويل، يمارسون بوحشية نفي العالم من حسابهم. ذلك كله كان يعذبني. إني وجب أن أجد لقلبي أرضا يقف فوقها. وجربت أن أجري هربا من نفسي، جربت أن أقفز، أن أطير إذا أمكن، أن أجد دربا واحدا غير مقفل. وكدت أيأس في النهاية لولا ذلك المصباح الذي لمع ذات صباح من بعيد. أذكر كان الضباب يملأ الطريق، وكنت أحس أنني ضعت تماما، وبدأت الأمطار تغسلني، واستبدت بي رغبة في البكاء. يا للضياع! فجأة لمع مصباح صومعة من بعيد، وحمل إلي الصمت صوتا دافئا يعلن: الله أكبر، الله أكبر. تسمرت عيناي بالمصباح الذي يلمع وسط الظلام. كنت قد وجدت الطريق غير المقفل، وكان الصوت يدعوني إليه، وكنت أستجيب له مسحورا. وهناك في باب المسجد كان كثير من الناس ينزعون أحذيتهم ويدخلون، فدخلت مع الناس، وحين ضمني الصف الطويل بينهم أحسست لأول مرة بالحرارة.